إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض فكل الحمد لك، ولك الشكر أنت قيوم السماوات والأرض فلا إله غيرك. لك الحمد في الأولين، ولك الحمد في الآخرين، ولك الحمد في كل وقت وحين، ولك الحمد في الملأ الأعلى وفي عليين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بأعظم مبعوث أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلائق وحبيبه، بلغ الرسالة وقد بلغتنا، وأدى الأمانة وقد وصلتنا، ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، واحشرنا اللهم في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله، وفي خير يوم طلعت فيه الشمس. ونسأل الله العلي القدير أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته من غير أرحام ولا أنساب بيننا، أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في رحاب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعيش مع حضراتكم لحظات في رحاب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نتعرف على بعض فضائله وشمائله. والله الذي لا إله إلا هو، إذا أردنا أن نتعرف عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لاستغرقنا أياما بل شهورا بل سنينا ولن نوفيه حقه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. استمع إلى قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون حول هذا البيت ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. جعله الله عز وجل متمما للبناء ومزينا لبناء الإسلام. أي فضل وأي شرف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وفقط، لما كان يريد الله عز وجل أن يناديه ما ناداه باسمه مجردا قط، لم يكن له يا محمد قط، ولكن إذا أراد أن يناديه بأحب الأسماء إلى قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لم يقل له يا محمد افتح كتاب الله عز وجل وابحث عن لفظ يا محمد، لن تجد ولن تجد.
لم يناديه يا محمد قط، ولكن يناديه يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول. كل هذه أحب الأسماء وأحب النداءات إلى قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل لما كان الله عز وجل ينادي أنبياءه يناديهم بأسمائهم مجردة: يا نوح اهبط بسلام منا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أي فضل وأي شرف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وفقط، بل إنه نهى الصحابة رضوان الله عليهم أن ينادوه باسمه مجردا. نهى الله عز وجل الصحابة أن ينادوه باسمه مجردا. يقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. لا تنادوه بمحمد، ولكن إذا أردتم أن تنادوه فنادوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وروحي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه نهاهم أن يرفعوا أصواتهم في حضرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي فضل وأي شرف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وقد زكاه الله عز وجل في كل شيء. زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. شرف وأي شرف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وفقط، بل إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم آثر أمته على نفسه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. لكل نبي دعوة مستجابة. تعجل كل نبي بدعوته دعا بها في الدنيا. كل نبي دعا بدعوته في الدنيا، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لن يشرك بالله شيئا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بل إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم شرفه الله عز وجل بأن جعل أمته شاهدة على الأمم جميعها. استمع إلى قول حبيبنا وهو يقول: ينادي الله عز وجل على نوح عليه السلام، فيقول نوح عليه السلام: لبيك وسعديك يا رب. فيقول الله عز وجل: هل بلغت يا نوح؟ فيقول: نعم يا رب. فينادي على أمته فيقول: هل بلغكم نوح؟ فيقولون ويكذبون يقولون: ما أتانا من نذير، ما أتانا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ من الذي يشهد لك؟ يقول نوح معلنا: محمد وأمته. الله أكبر. ويتلو حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أي فضل وأي شرف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. بل إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أوتي الوسيلة. ما هي هذه الوسيلة؟ الوسيلة يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10.
ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده أسأل الله أن أكون هو. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ليس هذا وفقط، فضائل جمة، فضائل عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وهبه 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الله أكبر، تشريفا وتكريما لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. بل في رواية أخرى أن زاده على كل واحد من 70,000 70,000 غيرهم. الله أكبر، شرف وأي شرف، فضائل وأي فضائل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي 5 خصال لم يعطهن نبي قبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أعدائه خافوا منه وارتعبوا منه ولو كان على بعد مسيرة شهر منهم. الله أكبر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فاللهم صل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين يا رب، برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وما يهمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جميعا توفنا وأنت راض عنا. يا رب لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. الكون كله عرف قيمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكون كله عرف شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأحبه كل شيء. الجمادات أحبت المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحيوان أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا عصاة بني آدم. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. أحبه كل شيء، حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في جبل أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. حتى لما صعد عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ارتج هذا الجبل. يقول العلماء إنه ارتج شوقا وحنينا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. الله أكبر، وأي شرف لما يحن الجزع له. لما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخطب على الجزع وتركه لما صنع له منبرا، فلما صعد المنبر يقول الصحابة: سمعنا صوتا كأنين الأطفال، سمعنا صوتا كبكاء الأطفال. والله ما سكت الجزع حتى نزل له الرسول صلى الله عليه وسلم من على المنبر
ووضع يده على هذا الجذع فسكت. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لو لم أضع يدي عليه لظل يبكي إلى يوم القيامة. الله أكبر، شرف وأي شرف. فاللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احكم دماء إخواننا، اللهم احكم دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احكم دماء إخواننا في ليبيا. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن خذلهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن خذلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.